أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا شير عشان الكل يستفيد. دي أول محاضرة لينا في الإنجليزي. لو بتتلخبطوا دايما في نطق الأرقام والتواريخ بالإنجليزي يبقى أنتوا كده في المكان الصح. في الشرح ده هنبسط موضوع الأرقام ده خالص من أول الكسور لحد التواريخ وهنخليه سهل جدا. بصوا الأرقام دي موجودة في كل حتة حوالينا. النهاردة بقى هنفك شفرة أشهر 3 طرق بنعبر بيها عن الأرقام دي، اللي هي الكسور والأرقام العشرية وكمان النسب المئوية. يلا بينا نشوف إزاي نخلي الموضوع ده بسيط. طيب دي الخطة بتاعتنا النهاردة. الأول هنتكلم عن أساسيات الأرقام، بعدين هنخش على الكسور والأرقام العشرية والنسب المئوية، وهنشوف إزاي نستخدمهم في الكلام عن الفلوس والتواريخ، وفي الآخر خالص هنطبق كل اللي اتعلمناه ده. يلا بينا. أوكي، خلونا نبدأ بالأساس، الحاجات اللي هنبني عليها كل اللي جاي. تمام، هنبتدي بأكتر 3 طرق بنستخدمهم عشان نتكلم عن الأرقام اللي مش صحيحة، يعني اللي فيها أجزاء. أول حاجة خالص الكسور أو الفراكشنز. النقطة بقى اللي عايزة أركز عليها واللي بتلخبط ناس كتير قوي هي إزاي ننطق الرقم اللي تحت ده اللي هو المقام. الصورة دي بتلخص الموضوع كله. القاعدة سهلة جدا. الرقم اللي تحت بننطقه كرقم ترتيبي، يعني بدل ما نقول 5 نقول fifth، وبدل 3 نقول a third. طبعا في استثناءات مشهورة كلنا عارفينها زي نص اللي هي half وربع اللي هي quarter. طيب خلصنا الكسور، ندخل بقى على الأرقام العشرية أو الديسيمالز، ودي برضو طريقة تانية عشان نعبر عن الأجزاء دي. وهنا بقى ركزوا معايا عشان دي أشهر غلطة الناس بتعملها. القاعدة بسيطة جدا ومفيش أسهل منها. أي رقم يجي بعد العلامة العشرية بيتنطق لوحده، كل رقم لوحده. يعني مثلا بدل ما نقول 3.97، لا غلط، الصح إننا نقول 3.97. بنفصل الأرقام اللي بعد العلامة واحد واحد. وآخر حاجة معانا هي النسب المئوية percentages، ودي بقى بنشوفها في كل حتة، في الأخبار، في المحلات على التخفيضات، في كل مكان تقريباً. والحلو في الموضوع إن نفس القاعدة اللي لسه قايلينها عن الأرقام العشرية بتطبق هنا بالظبط. يعني لو عندنا نسبة مئوية فيها كسر عشري هنقولها إزاي؟ هنقول 55.5%. شايفين؟ نفس الفكرة. كده إحنا فهمنا الأساسيات. يلا بينا بقى نخش في الجد ونطبق الكلام ده على حاجة بنستخدمها كل يوم، الفلوس. عندنا 4 طرق سهلة قوي وعملية جدا عشان نتكلم عن الأسعار. ممكن نقول you pay for something، أو you spend on something، أو نقول in something costs، أو ببساطة something is. سهلة ومباشرة. طيب ولو عايزين نسأل عن السعر، دي أشهر الأسئلة اللي ممكن نستخدمها، بس خلوا بالكم من الزمن. يعني هل بنسأل في المضارع بدو أو does ولا في الماضي بدid أو was؟ النقطة دي مهمة. تمام، نخش بقى على موضوع تاني مهم جدا في أي كلام يومي، وهو التواريخ. وهنا بقى في نقطة أساسية لازم نعرفها. في فرق كبير بين الطريقة الأمريكية والطريقة البريطانية في كتابة ونطق التاريخ. والأمثلة دي بتوضح الفرق كويس قوي. في أمريكا بيقولوا الشهر الأول بعدين اليوم، يعني يقولوا June 10th. في بريطانيا بقى العكس، بيقولوا اليوم الأول وبعدين الشهر، يعني the 10th of June. فرق بسيط بس مهم نعرفه. ممتاز، كده احنا غطينا القواعد الأساسية. يلا بينا بقى نعمل كام تمرين سريع كده عشان المعلومة تثبت. يلا نبص على التمرين ده. مطلوب مننا نوصل الرقم بالكتابة بتاعته. يعني مثلا رقم 2 اللي هي 86%، تفتكروا نوصلها بأنهي واحدة فيهم؟ صح جدا، هي 86%. طيب ناخد واحدة كمان، رقم 5 اللي هي 18%. دي طبعا 18%. برافو عليكم. نيجي بقى لحاجة في منتهى الأهمية في النطق، الستريس أو التشديد على المقطع الصح. الغلطة في دي ممكن تغير معنى الرقم تماماً. اسمعوا كده الفرق. في الأرقام اللي آخرها تين، الاسترس بيبقى في الآخر 15 13، لكن في الأرقام اللي آخرها تي الاسترس بيرجع للأول 50 30. شايفين الفرق؟ ده مهم جدا عشان اللي بيسمعنا يفهم صح. طيب يبقى خلاصة إيه؟ نفتكر دايماً نستخدم الأعداد الترتيبية في القصور، ننطق الأرقام واحد واحد بعد العلامة العشرية، ناخد بالنا من فرق التواريخ بين أمريكا وبريطانيا، وأهم حاجة الستريس في الأرقام اللي بتنتهي بالتين والتلتي. صدقوني التفاصيل دي هي اللي بتعمل كل الفرق.
وكنصيحة أخيرة، أحسن طريقة عشان كل ده يثبت في دماغنا هي إننا نبتدي نلاحظه بنفسنا. يعني خلال ال 24 ساعة الجايين حاولوا كده تركزوا وتسمعوا الأرقام بالإنجليزي حواليكوا، في الأفلام، في الأغاني، في أي حتة. وبس كده، بكده نكون خلصنا شرح النهاردة.